السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، يعني إيه بورصة؟ البورصة لو جينا نبص على التعريف بتاعها النصي هتلاقيها سوق تداول الأوراق المالية، ولكن هي دي بس البورصة؟ لا. البورصة في أنواع. في نوع من البورصة بورصة السلع، وفي بورصة الأسهم والشركات. في بورصة السلع ديت البورصة المسؤولة عن تداول الذهب والنحاس والحديد والفضة والألمنيوم والمعادن والخام الطبيعي، الغاز الطبيعي أو البترول أو أي مصدر طبيعي، أي خامات عليها سلع عليها تداول يومي، فدي اسمها بورصه، بتخضع لقوانين العرض والطلب، من ضمنهم البيض والفراخ كلنا عارفين بيها. فدي حاجه بتخضع للعرض والطلب، فعشان كده بتسمى بورصه، ودي بورصه السلع. النوع الثاني من البورصات هي بورصه الشركات. بورصه الشركات هي سوق تداول الاوراق الماليه. طب يعني ايه سوق تداول الاوراق الماليه؟ يعني منظمه او كيان او هيئه حكوميه مضمونه بتتيح لصغار المستثمرين وكبار المستثمرين التعامل على الاوراق الماليه او حصص من الشركات بالشراء او البيع في الوقت اللي يشوفه المستثمر نفسه، بحيث يحقق اكبر ربح لنفسه. لا، نفهم بقى كويس. البورصه هي سوق تداول الاوراق الماليه، والاوراق الماليه ديت عباره عن مستندات او وثائق رسميه بتصدرها الشركات عشان تثبت احقيه او ملكيه المستثمر في جزء من الشركه، او دين للمستثمر عند الشركه. في الحالتين دول اسمهم اوراق ماليه. الورقه الماليه الاولانيه اللي هي السهم، والثانيه اللي هي السند. السهم هي شراكه بين المستثمر والشركه بتثبت حقيه المستثمر في نسبه من الشركه، ولكنه شريك عليه الربح وعليه الخساره، فبالتالي المشارك بالاسهم هو شريك في الشركه يتحمل الارباح والخسائر بتاعت الشركه. تمام. الشركات لما تيجي توزع ارباح بتوزع على المالكين للاسهم، بتوزع نسبه ربح على كل سهم، فبالتالي ده بيكون عائد مستمر. النوع الثاني من الاوراق الماليه اللي بتصدرها الشركات هي السندات. السندات ديت حاجه زي وصل امانه. الشركه بتقول لك انا هاخد منك مبلغ 100,000 جنيه مقابل 11% في السنه، هدي لك العائد بتاعهم كل شهر. تمام. فديت السندات. السندات هي ورقه ماليه بتثبت دين الشركه للمستثمر بمبلغ مالي محدد. المبلغ ده بيكون عليه حاجتين: عائد الربح ثابت المتداول المعروف عليه بالسند، اللي معروف في الوثيقه بتاعت السند نفسها، والحاجه الثانيه حقيه في السداد عند الطلب. يعني العميل او المستثمر لو طلب سداد قيمه السند، الشركه ملزمه ان هي تسد قيمه السند ده. ولكن قبل ما نتوغل جوه في موضوع البورصه، في مجموعه من الشركات او الكيانات الكبيره اللي بنتعامل معاها جوه البورصه، جوه هيئه سوق المال، ولازم نتعامل معاها وما ينفعش نتعامل جوه البورصه من غيرها. هنتعرف عليها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. الشركات ديت هي امين الحفظ وشركه مصر المقاصه والسماسره او شركات الوساطه الماليه والمستشارين الماليين. ركز معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله عشان نعرف اكتر عنهم باذن الله. يلا، سلام.